السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال. اليوم نجي ان شاء الله نقدم معكم بريوات كيجيو لذاذين ومعسلين وقابضين بالعسل، كيجيو معلكين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للمقادير، انا درت الكميه ديال 500 غرام او نص كيلو ديال اللوز بلدي، قسمته على جوج، نص 250 غرام فسختو بهكذا كيف ما كتشوفوا، كنديروا عليه الماء طيب وكنفسخوه. اما الكميه الاخرى يعني الكميه الاخرى حتى هي غسلتها بالغبره ونشفتها ليله كامله وكينشف صافي. غنقليوها بالقشره ديالو. هاد اللوز غنقليه بالقشره ديالو، تقدروا ما ديروا معاه واحد الحبه ديال اللوز مفسخه باش كتشوفوا داك اللوزه انها مذهبات، يعني اللون ديالها ولا ذهبي، كتعرفوا ان اللوز ديالكم صافي تقلا وخد اللون ديالو، لانه هو كيشد طياب، يعني كيطيب دغيا ماشي بحال اللوز اللي مفسخ. وهذا اللوز اللي مفسخ غنطحنو عقده، يعني نخليه خضر، غنطحنو على شكل ديال عقده مع السكر سنيده. السكر يكون رقيق. درت تقريبا 190 غرام ديال السكر، 190 غرام حتى 200 غرام. انا ما باش ندير رابعه لان هاد البريوات كنعسلهم في العسل باش ما يجوش حلوين بزاف. المهم نتوما السكر كيبقى على حسب الذوق. غناخد هاد العقده هذه غنطحنها كيف قلت لكم مع السنيده، غنطحنها واحد شويه وغنزيدها السنيده باش كتولي معلكه، ويعني كتولي عقده. نتوما عارفين العقده كيفاش نخدموها. واللوز ديالي كيف قلت لكم غنحمرو في الزيت وغنقليه في الزيت وغنطحنو بهذا الشكل هذا. هما شفتوا انهم مطحونين على العقده ديالي، حتى هي كتجي زوينه معلكه صافي. وعندي هنايا معلقه ديال السكر بنكهه الزهر، وعندي راس المعلقه ديال القرفه بلديه مطحونه، وعندي القليل من الملح بطبيعه الحال باش نصحوا الذوق، وعندي هنا الماء الزهر. بالنسبه للزبده انا نسيتها في هذه المرحله، نسيت الزبده ما حطيتهاش معكم في المقادير وحتى انا نسيتها، يعني حتى خلطت العقده ديالي وزدتها الماء الزهر وانا نتفكر معلقه الزبده اللي ما ضفتش صراحه، ومحنات لي العقده لاني نسيت داك المعلقه ديال الزبده وضفتها الاخر ودلكتها وهي تطلع ليا اللوز هو يخرج لي داك الزيت ديالو. محلي صراحه في الدليك ديالو، يعني باش داك الزيت يترجع داك العقده تشربوا شويه. خدا مني الوقت، يعني بقيت كنضيف هاد المساله هذه بنذكرها لكم لان يعني شحال من بنت كتوقع في هذا الغلط هذا، او لا شحال وحده كتخرج لها العقده الزيت وكتخاف وكتقول صافي العقده خسرت ليا. بالعكس خدميها، بقاي دلكيها مزيان مع الماء الزهر. انتي كتضيفي الماء الزهر وانتي كدلكي، انتي كتضيفي الماء الزهر وكدلكي صافي حتى داك العقده كتشرب داك الزيت ديالها كامل. كيف ما كتشوفوا انا يدي باقا هنا مزيته، ها هي العقده راه خدمتها مزيان حتى شربات ليا داك الزيت ديالها. وغنشدها وغنكورها، غنديرها كويرات بالحجم صغيور، يعني بهكذا كان على حسب الحجم اللي بغيتو ديال البريوات. انا كنفضل البريوات يكونوا صغار. نتوما شوفوا الحجم اللي بغيتو كتصايبوا على هذا الاساس، كتصايبوا داك الكويرات ديالكم. كيف ما كتشوفوا ها هي الكويرات صغار، كيف صايبت تقريبا هاد الكميه ديال العقده ديال 500 غرام خرجت ليا 85 حبه يعني ديال البريوات، يعني كيف يعني 85 كوره. هنا بعد ما كملت هاد الكويرات كيف قلت لكم صافي هنايا قاديت الورقه. انا كتشوفني تنيت الورقه شويه من الجنب لان بغيتهم صغيورين، وهذا تشغلت شويه يعني ما رديتش البال في العبار وقطعتهم شويه كبار، ولكن دركت الموقف ماشي مشكل. مهم تنيتهم واحد شويه، هذا ما كيأثرش عليهم بالعكس، عادي كيجيو زوينين البريوات. تشوفوا الشكل ديالهم كيف غيكون. صافي تنيتهم واحد شويه من الجناب. دائما الورقه اللي كتكون فيها داك الحبيبات اولا داك الكويرات بحكدا ديال العجين اولا شي حاجه كتكون يعني فيها واحد العيب، هي اللي كتكون الداخل ديال البريوه، يعني هي اللي كنديروا فوق منها العقده. اما الجهه اللي كتكون ملسه هي اللي كنديروا على برا، اولا هي اللي كتكون لتحت. كنحطوا الكره ديال هذا العقده فوق البلاصه اللي قلت لكم هي كيكون فيها العيب ديال الورقه، كيكون فيها داك الحبيبات اولا كتكون شويه حرشه. البلاصه اللي ملسه كتكون على برا. كنكون هاد القضيه نكونوا فاهمين فيها، يعني وضحتها لكم. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كتجي ساهله، يعني كنديروا الكويرات في الجنب في الراس ديال الورقه، كنكونوا دايرين اشرطه بحكدا
وكنبقاو غاديين وحنا كنتنيو بحال بهذه الطريقه هذه. كنجيبوا هاد الجنب بالجنب الاخر وهكذا حتى كنديروا الشكل ديال مثلث اولا بريوه صافي. وهنا كنلصقوا بالدقيق اولا ببيض البيض الا بغيتو. انا لصقتهم هنايا بالدقيق، يعني تقدروا ديروا بيض البيض. اما الا كنتو غتدخلوهم الفرن ما تحتاجوش، فقط غتقادوهم وغتطفوهم في اللاطه ديالكم، ما تحتاجوش انكم ديروا فيهم شي حاجه لانهم كيتفكساو في الفرن. هنا كيف ما قلت لكم نرجعوا للدقيق. الدقيق درت خلطته بالماء الزهر، ما درتش ليه الماء، خلطته بالزهر باش تجي داك النكهه ديال الزهر ما يكونش واضح داك النكهه ديال الدقيق. وكنديروا فقط شويه ماشي بزاف صافي. هكذا كنبقى حتى كنكمل الكميه اللي عندي كيف ما كتشوفوا. هانتي راه هانتوما لصقتها قديتها. ها هما البريوات كيف كيجيو. نكملوا الكميه. هاد الطريقه اللي درتوها غتجيكم ساهله في الخدمه، يعني غتسهل عليكم. بقات تستفوا بحال هكذا الاشرطه ديال الورقه كاملين، ستفوهم وستفوا فوق منهم العقده ديالكم ديال اللوز. وصافي بحال هكذا كيكونوا يعني ساهلين في الخدمه. هاد القضيه كتعاونكم انكم تكملوا كميه كبيره في وقت قليل صافي. هادو واجدين هكذا صافي. نكمل الكميه ديالي كامله. انا غنخليهم يباتوا ليله كامله في الثلاجه. نغطيهم بلاستيك غذائي وغندخلهم للثلاجه يرتاحوا. حيت كل ما ارتاحوا كل ما كيجونا ساهلين في القلي وكيعطونا الطف، كيبقى قابطين في راسهم، يعني شادين الشكل ديالهم. ومن الاحسن انهم يرتاحوا. انا بصفه عامه يعني اي حاجه كنخدمها بوقت البسطيله كنفضل انها ترتاح على الاقل. لما كانش عندي الوقت نخليها واحد ساعه ولا ساعتين ولا 3 سوايع على برا باش هكذا كتنشف وكتجينا في الخدمه، يعني في الخدمه ديالها سهله. يعني كنقليوها اولا كنطيبوا البسيطات اولا اي حاجه ملي كيرتاحوا كيجيو زوينين وهذا كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. صافي نكمل الكميه ديالي كامل هكا وان شاء الله نقليهم معكم. وهنا كيف ما كتشوفوا بديت كنقلي. المهم الطريقه سهله في القلي. راه كيف ما كتشوفوا انا درت هنا مقله في الوق اولا ديك المقله كتكون غارقه، كتكون الحجم ديالها كبير وغارقه. صراحه زوينه، كتساعد انك كتحركي باريحيه، يعني كتكوني كتخدمي يعني على راحتك وانتي كتحركي وما كتخافيش انه يطيح لك الزيت اولا شي حاجه. كيف ما كتشوفوا كنبقى نحرك بهذه الطريقه هذه باش كياخذوا اللون ذهبي بحال يعني ماشي بلاصه تكون حمراء وبلاصه بيضاء. بحال هكذا كيبقاو يتقلاو على المهل. العافيه تكون مهيله. كنسخنوا الزيت مزيان، من بعد كنقصوا النار على عافيه تكون مهيله وكنبداو نحطوا البريوات ديالنا يتقلاو كيف ما كتشوفوا على النار تكون مهيله في نفس الوقت. كيف قلت لكم يعني باش هكذا ما كيتخطفوش ليكم، يعني ما كتخطفوش وكتبقاو اون فوا كتديروا الكميه ديال البريوات ديالكم في المقله صافي كتبقاو تحركوا بالقطيب اولا بالايد ديال المعلقه ديال العود اولا بحال هكذا. انا درت هاد العيبه ديال الدجاج هي اللي كنحرك بها. كنبقى نحركهم باش كياخذوا اللون وميم طون كيطيبوا حتى من الداخل. الورقه كتجي مقرمشه، ماشي كتحمر من برا وتبقى خضره من الداخل، كتجي مقرمشه كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله تشوفوا الطريقه باش كنقلي هكذا، يعني تبعوا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالها النهائي. وهنا كيف ما كتشوفوا تحمروا ليا اللون ديالهم ذهبي، يعني ما خاصوش تحمروا بزاف لان كيكملوا التحمر ديالهم في العسل يكونوا طيبين ماشي خضرين، كيكونوا محمرين بحال هكذا. وكنديروا عليهم العسل. انا راه شفتوني نديرها واحد الجهه دايره فيها البريوات معسلين تغسلوا قبل هذوك قبل من هذه القليه، من بعد درت هادو ودرت عليهم العسل. كيكون عندي العسل البارد كنبدا نزيد العسل بحال هكذا باش كيتعسلوا مزيان. كنخليهم 20 دقيقه وهكذا. وهادو هما البريوات ديالي، هادو هما الشكل ديالهم النهائي. كيف ما قليتهم وعسلتهم كيجيو بهذا الشكل هذا. درت لهم واحد الزين خفيف، درتهم في الكواطه، درت لهم الراس ديالهم في السنجل الابيض اللي حمرته شويه، وكان عندي قليل من اللوز ايفيلي محمر حتى هو زينت به واحد الكونتيتي صافي. هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وراه كيجيو معلكين وكيجيو المذاق ديالهم رائع ان شاء الله. كنتمنى تجربوهم في هذا رمضان هذا ان شاء الله باذن الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب،
والناس اللي انضموا للقناه ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى عجبتكم قناتي تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله. شكرا لكم على المتابعه، ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كنتمنوا ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، خليتكم على خير.